16 برك. عسلامة سي يوسف. تو نحن جينا سبيطار باش نعملوا زيارة باش نقدموا هدايا للصغيرات. يا اخي تفاجئنا ما رانا الا ما لقيناك معناتها في صراع ما بيناتك انت والسيرفيون جينيرال معناتها في السبيطار. ما عرفناش شنو هي المشكلة، حبينا نعرفوها. هذه مسألة يا سيدي من امس موجودة. احنا وسعنا بيننا برشا برشا برشا، لان عندها الحالة هذه تخرج من الأقل. عندنا الوليد القد في سبيطار، وعندهم هنا هو القد تقريبا 4 و 5 فوا. عنده فيروس جاء في القلب، معناه يدخل ويخرج يدخل ويخرج. بداية يتعافى الوليد معناها الى درجة الطبيبة نتاعو قالت ما والله ما كنتش نسخايله كونه يتجاوب مع الدواء هكا وكذا. المرة ذيك القد في السبيطار الطبيبة ما نعرفش شنو هو اللي اسمها، طلعت الفوق كلمتها يا اخي جاه الكريز هو الوليد. كلموها كلمة الام راقده معاه، كلمتهم قالت لهم راهو الوليد معناها في حاله كبيره برشا. كلموا سي الطبيبه ما هبطتش، 3 ولا 4 سوايع وهم يكلموا فيها ويعاودوا ما هبطتلوش جمله. لين الوليد هز ربي حاجه، مات الوليد. مات الوليد. قال شو بعد بوه كي جا تو بوه في انهيار عصبي. بوه تو في حاله كبيره ياسر، لانه امس زعما شد لهم حديد اصلا بالحق. معناها كي جاي يلقى ولده بعد ما تحسن 4 شهور هو يقاسي فيه، وقت اللي تحسن ولا حاله نتاع معناها قريب يفرق اصلا. اذا به يقع الاهمال هذايا يموت فيه الوليد. لو جاووه وعملوا له اللي لازم كان الولد ينقذوه، ما جاوهوش. الولد البوه معناها انهيار عصبي كبير ياسر، توكل بوه مطيش في السبيطار، فهمني ولا لا؟ من نامس الوليد مات، حبينا نخرجوه قالوا لا راهو ما يخرجش في نهاره، لابد باش يقعد الغدوه. خلينا معناها المساله قلنا خلي الواحد يوسع باله. احنا باش الطبيبه هذه احنا باش نتبعوها على خاطر هي الامان نتاعها هو اللي قتل الوليد، ولكن قلنا خلينا نوسعوا بالنا وخلينا نخرجوا ساعه الوليد ومن بعد يرحم الله. انتم شنو المتطلبات نتاعكم تو كي جينا نحن؟ احنا متطلبات نتاعنا الرابور ميديكال باش يخرجوا به الوليد. الرابور ميديكال اللي باش يخرجوا به الوليد اللي هو توفى خلي يحطوا شي يحبوا. احنا بعد تو يتحل الدوسي في الموضوع هذا. واذا بها هي تسكر في الكازيي، تسكر على الاوراق نتاعو وتروح يطلبوا فيها ما تحبش تهز جبل. معناها الوليد تو عنده امس واليوم ناويين يحطوه 3 ايام وهو مطيش في السبيطار ميت هكاكا. معناها هذا الشيء ما يقعش. فما تسيب ولا كبير ياسر، ولا امور معناها ما عادش تنطاق. الناس خلف الهم اللي واقع في كل شيء، زاد الهم نتاع التسيب هذايا. حتى في الناس اللي نعتقدوا فيهم كونهم معناها رسول رحمه، واذا بهم ولد الرسول نتاع سخطه، مش الرسول نتاع رحمه. هذا اللي وقع. معناها تو هي مش موجوده جمله، وحتى كي نطلبوها في التليفون يطلب فيها القيم العام ويطلب فيها كذا، ما تهزش جمله واحده. معناها وهي علمها اللي دوسي هذايا لابد ما نجموا نخرجوا احنا الوليد من السبيطار الا ما هي تصحح في الحكايه. ما دام الوليد مات من نامس علاش ما صححتش في الرابور نتاعها؟ حطي لي هو راهو مات موته عاديه ولا دبر راسك من بعد. احنا تونا كل شيء يبان من بعد، ولكن لا عملت حتى رابور ولا عملت حتى شيء، وروحت وسكت عليه في الكازي وازد. تو كي كلموهم يا ولدي خرجوا الوليد، لا ما يلزم تصح الطبيبه اللي اشرف على الحاله ذي. واحنا توك هنا في صراع معاهم بين ماناش عارفين ايش نعملوا. هذوما يوتروا في الناس لا يزي حاله نتاع موت اللي يعلم بها ربي. الناس كل معناها الموت ماهيش حاله عاديه بطبيعه الحال، الناس كل تتاثر والناس كل كذا. هم عندهم دم بارد ما يهمهمش، تسكر لك على الوراق تسكر الكازي وتمشي وهي عارفه اللي الولد يلزمو يخرج اليوم. روحت وخلت كل شيء هكاك. بالنسبه لك انت مسيو شنو تتخيلوا الحل اللي الانجع معناها اللي باش يخليكم معناها تخرجوا من الحاله هذه؟ الحل الانجع في الاصل تعمل خدمتها تو سامبل الحكايه. كونها قبل ما تروح راهي عملت رابور نتاعها
حط اللي هو مات موت عاديه، جاه كريز ولا كذا، ومن بعد يا رحم الله احنا غدينا ساعه كنقروا اجراءاتنا. لازم تذكر لنا اسم المستشفى اللي عينتي فيه، نحبش نذكرون احنا تذكروا انت. هذا مستشفى الاطفال بتاع باب سعدون، هذا اكبر مستشفى اللي هو مختص في الاطفال، مستشفى الاطفال بتاع باب سعدون اللي عندك فكره اسم الطبيب زاد كيف ولا؟ والله الاسم انا ما عنديش، انا الاسم بتاع الطبيبه هذه والاسم المتضرر المرحوم الله يرحمه هذا الوليد الصغير اسمه محمد عياري. محمد عياري قاش يبرغ من العمر نتاعو؟ هذا عامين غير شهرين، كان كل فرحه بالنسبه لوالديه يخزروا له اللي هو يخزروا في الدنيا مفتوحه له، واذا به باهمال كيما هكا يموت الوليد ويزيد يوتروا لك الامور الكل، معناها حتى الاجراءات باش يخرجوه ونخلوا بوه على الاقل يرتاح عصبيا وامور، لانه في انهيار كامل. ولده مات باهمال طبي، انا نقول مات باهمال طبي، لانه يعيطوا له باش يجي الطبيب، يعيطوا له باش يجي وفي يوم عيد، وواحد ما هبطش لين مات الولد. وفي يوم عيد هذا على التخريج. اما الوليد توا نهارين مطيش في السبيطار، امس ميت وتعد ما خرجوهوش، في الاصل على الاقل بعد ساعتين من زمان ينجموا يخرجوه، ولد صغير ومات مشى الله يرحمه وكاو. راهم عملوا لنا الاجراءات امس بعد ساعتين، ما هو قانونيا يقول لك بعد ساعتين باش نجموا نعملوا الاجراءات، لا هم حتى البارح قالوا لا ما يخرجش، واليوم سكرت عليه في الكازيي الوراق وخرجت ومشات على روحها. احنا في العيد هانا مبهذلين، في العيد هانا معناها الناس معايده، واحنا لا يزي مصيبه الموت ولا يزي مصيبه نتاع تلقى روحك ما تنجم تعمل حتى شيء، تقول نهبل نعمل كيما عمل ابوه زعما شد واحده وباش يضرب روحه وباش يضرب ولا شنو نعمل؟ معناها نجوا نصبروا فيه نزيدوا احنا نخرجوا من عقولاتنا نولي. ان شاء الله. السلام مرحبا بكم. معنا راديو زارة اليوم في نهار عيد، جينا اليوم حبينا نفرحوا الصغيرات بشويه كادوات، وجينا كما تشوفوا مستشفى باب سعدون، مستشفى بشير حمزه للاطفال. جينا لهنا حبينا معناتها نبدو شويه كادوات الصغيرات ونفرحوهم. لقينا استنفار من الاداره الموجوده، لقينا قايم عام ما حبش خلينا ندخلوا، الاداره كيف حتى في الدخول كيف قال اعطينا كادو. ومن طون معناتها حتى جينا باش نعطيو الفرحه تاعها، زيد شفنا نلقاو حاله كيما كنا نتفرجوا فيها توا، حاله لطف. طفل صغير زاد كيف عمره عامين من امبارح توفى، لا خلاو اهله معناتها باش يهزوا يروحوا بيه لا شيء. حتى الطبيب الدكتور معناتها اللي لاهي بالحاله هذيا ما يكتبوا في التليفون ما ثماش، معناتها تصور معناتها شاورت الوالدين معناتها يحبوا يهزوا صغيرهم باش يدفنوه. طافين جمله الضوء. الحاصل شو عنا نقولوا، هذه تونس وإن شاء الله يتصلح حالها.